أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة أينما كنتم، ورحمة الله وبركاته. ثواب من صلى صلاة ليلة 18 من شهر رمضان، وهي هذه الليلة إن شاء الله صلاة مروية عن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. ثواب هذه الصلاة أيها الأخوة والأخوات فيها رضا لله عز وجل، يرويها السيد ابن طاووس في كتاب الإقبال. يقول النبي عن عظمة هذه الصلاة والآثار الموجودة فيها، يقول: من صلى صلاة ليلة 18 من شهر رمضان لم يخرج من الدنيا حتى يبشره ملك الموت بأن الله تعالى عنه راض غير غضبان. فصلي هذه الصلاة أيها الأخوة والأخوات ولو بالعمر مرة واحدة. كم هو جميل ورائع بأن تصلي هذه الصلاة، والغاية منها رضا الله عز وجل. كيفية هذه الصلاة؟ الصلاة 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، و25 مرة سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، وهي أقصر سورة في القرآن. وبإمكانك أن تصلي هذه الصلاة وأنت جالس، والصلاة تصلى ركعتين ركعتين، يعني مثل صلاة الصبح إيش قد مرتين، كل ركعتين فيها نية. تقول صلي صلاة ليلة 18 من شهر رمضان قربة إلى الله، تكبر، تقرأ، تشهد وتسلم. وكذلك في ركعة الثالثة والرابعة نية، أصلي صلاة ليلة 18 من شهر رمضان، تكبر، تقرأ، تشهد وتسلم. وقت هذه الصلاة أيها الأخوة والأخوات يكون بعد الإفطار وينتهي ما قبل الفجر، يعني وقت مفتوح لك، فلا تقصروا منها. جزاكم الله خير جزاء المحسنين. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.